لو انتي ما عندكيش وقت خالص تعتني ببشرتك، مشغولة دايما، ما مش بتاعت سيرامات كتيرة وكريمات كتيرة وخطوات كتيرة، عايزة تجيبي من الآخر، فتعالي أقولك على كريم أوصتني بيه دكتورة جلدية شاطرة. الكريم ده بتجيبيه من الصيدلية، خطوة واحدة بس قبل النوم، وبتنجزي وبيعمل معاكي نتائج هايلة جدا، وهيفرق جدا معاكي في تحسين بشرتك، خاصة لو انتي في الثلاثينات او الاربعينات. فالفيديو ده عشان السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكي من جديد في قناتي. أنا مروة. لو أول مرة تشوفي قناتي فهي قناة تهتم بالجمال والبشرة. النهاردة هكلمكم عن كريم. الحلو فيه إن هو كريم طبي. اللي عجبني فيه إن هو خطوة واحدة بس قبل النوم، وبتنجز معاكي بدل ما تحطي 10 حاجة على بشرتك، ومالكيش بقى في السيرامات أو الروتين العناية الطويل، ودايما مشغولة وما عندكيش وقت. فاحنا عايزين يعني تنقذي بشرتك بقى وتهتمي بيها وكده، فمش معقولة تسيبيها يعني كده ما تحطيش عليها أي حاجة. تمام. فاحنا عايزين نحافظ على بشرتنا، فعشان كده انا جايه لكم بالكريم ده اللي اوصتني بيه دكتوره، زي ما بقول دكتوره جلديه. الكريم ده اسمه بايو فينشي، بتجيبيه من الصيدليه. هو انتي ايجينج كريم. هو بيساعدك ان انت تجددي خلايا البشره بتاعتك اثناء النوم طبعا. الحلو في الكريم ده ان هو فيه انجريدينتس كتيره حلوه قوي، احنا كلنا محتاجينها بصراحه. علشان انتوا عارفين بشرتنا دايما بتبقى عرضة للتصبغات نتيجة الخروج في الشمس والمسام الواسعة والكلف وكل المشاكل اللي احنا عارفينها، فقدان النضارة والبهتان وكل الكلام ده. الكريم ده يعني بصراحة بيساعدك قوي ان هو يحسن من ملمس بشرتك وجودتها، ويعالج لك حاجات كتيرة قوي في البشرة. اول حاجة هو بيبقى فيه الهيالورونيك اسيد كاتب كده، والبيبتايدز دي حاجة مهمة قوي محتاجينها للبشرة بتاعتنا. دي اهم الانجريدينتس اللي هو كاتبها هنا بره على الكريم. تعالوا اقول لكم ايه الحاجات المكتوبة من ورا. على الكريم هو كاتب ان هو انتي ايجينج، هو يعني بيقاوم اثار تقدم العمر. هو كمان في الكوجيك اسيد. الكوجيك اسيد ده معروف ان هو بيفتح البشرة. الجلايكوليك اسيد جدا حلو قوي للبشرة، للنضارة، للتفتيح، للإشراقة، المسام الواسعة، كل الكلام ده حلو جدا. بيعالجوا الجلايكوليك اسيد. الهايلورونيك اسيد برضو ده للترطيب، للنضارة، لشد البشرة. المارين الاستين. دي اهم الانجريدينتس او المكونات اللي بيحتويها الكريم. هو هنا بيقول ان هو بيجدد وبيسرع تجديد الخلايا وتجديد الجلد، طبقات الجلد، فبالتالي يعني كأنه بيعيد تجديد البشرة، طبقات البشرة، وبيرطبها وبيشد الجلد. تمام. انتي بتستخدميه قبل النوم مرة واحدة بس، وبتعملي مساج للبشرة من تحت لفوق. انا هحط لكم كده. هو لونه، بصوا لونه عسلي كده، وملمسه جل قوي، خفيف قوي قوي، بتمتصوا البشرة في ثواني. بعد طبعا بتحطيه على بشرة نظيفة، تكوني يعني غسلتي بشرتك كويس قوي بالغسول بتاعك، وبتنشفيها كويس، وبتدلكي بشرتك من تحت لفوق، من تحت لفوق. بتمتصوا البشرة في ثواني. ممكن تحسي كده بلسعة خفيفة جدا كده في الأول، بتخلص على طول يعني، وده لأنه فيه كوجيك أسيد وفيه جلايكوليك أسيد. مش بتحتاجي تحطي بقى حاجة تاني عليه، يعني هو ده كده وخلاص وشكرا على كده. وبتنامي خطوة واحدة بس قبل النوم زي ما بقولك. استمروا عليه شهر بقى وقولوا لي النتيجة معاكم ايه. هو الكريم ده دكتور هي اللي قالت لي عليه بصراحة، ان هو جدا ممتاز. هتلاحظوا بقى ايه؟ هتلاحظوا التالي. اولا ملمس البشرة وجودتها يعني هتتحسن معاكم. لو في عندك تصبغات او كلف او اسمرار هتلاقيه مع الوقت بيخف. كمان مرونة البشرة ونضارتها هتحسي ان هو بيفرق معاكي جدا، بشرتك بقت فيها نضارة اكتر. الدنيا معاكي هتظبط قوي. جلدك هيبقى شكله احلى كتير. طبعا لازم تحافظي على النتيجة دي
بالصبح تحطي صن بلوك طبعا لازم عشان تحافظي على بشرتك. فانتي بالليل هتستخدمي الكريم ده والصبح هتستخدمي الصن بلوك بتاعك وشكرا على كده. الكريم ده كام ملي؟ 50. 50 كاتب 50 ملي. زي ما انتم شايفين كده بتلاقوه في الصيدليه. اتمنى تكونوا استفدتم من الريفيو بتاعي او من نصيحه ريكومنديشن بتاع النهارده. طبعا الكريم ده مناسب لجميع البشرات، يعني مفيش بشره هتتحسس منه. انا بشرتي حساسه جدا ومختلطه، فانا ما كانش معايا اي مشاكل منه خالص. يستحق التجربه جدا لاي بنت او ست مشغوله وروتينها دايما ما عندهاش وقت، وفي نفس الوقت عايزه تحافظ على بشرتها بمنتج واحد وتريح نفسها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات وريفيوهات تانية.